أبدع البرازيل، أبدع البرازيل، أبدع البرازيل. مش ممكن يا سيدي. في ماتشات بتخرج منها وانت متعصب، وفي ماتشات بتخرج منها وانت مقهور، بس نادرا لما تخرج من بطولة وانت حاسس انك كسبان. سنة 2009 مصر لعبت قدام البرازيل واحدة من أعظم مباريات تاريخها. مفيش خوف ومفيش رهبة. قدام إيطاليا كنا ند وقدرنا نكسب. قدام البرازيل خطفنا احترام العالم، وبرغم كده خرجنا من البطولة بدري. المشكلة مش في الهزيمة، المشكلة إن المباراة اللي فرحنا بيها كانت وهم وخدعة. النهاردة مش هحكي لك عن ماتش كورة، النهاردة هحكي لك إزاي إحساس الفوز ممكن يطلع أخطر من إحساس الهزيمة، وإزاي ماتش واحد يضحك عليك ويخرجك. لو بتحب الكورة وحكاياتها فأنت أكيد مكانك معانا هنا. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وركز معايا عشان ما يفوتكش واحدة من أمتع وأغرب حكايات الكورة المصرية. اللي حصل في 2009 ما كانش حالة شاذة، هو كان ابن فترة كاملة في الكورة. فترة كان فيها الأداء ممكن يضحكك والنتيجة تبكيك، وكان فيها ماتش واحد كفاية يخدعك عن الصورة كلها. لو رجعنا شوية ورا وبصينا على الكورة بين 2000 و2010 هتفهم إن دي ما كانتش فترة أسماء وبس، دي كانت فترة تحولات. كورة لسه فيها المساحات، ولسه فيها البطولات الكبيرة بتتحدد بتفصيلة صغيرة مش بسيطرة كاملة. الفترة دي علمتنا إنك ممكن تبقى أحسن فريق في الملعب وتخرج من البطولة، وممكن تلعب ماتش واحد يخليك تحس إنك وصلت وإنت في الحقيقة لسه في النص. وفي وسط المشهد ده كان منتخب مصر داخل واحدة من أغرب مراحله. منتخب مش مرشح وبقى بطل، وبعدين بقى بطل تاني، لدرجة إن فكرة الخسارة نفسها بقت مستبعدة. وده اللي خلى اللي حصل بعد كده يبان منطقي حتى وهو مؤلم. منتخب مصر وقتها ما كانش منتخب بيدور على نفسه، ده كان منتخب جاي من فوق. بطل أفريقيا 2006 على أرضه وسط جمهوره، في بطولة دخلها وهو مش المرشح الأول أصلا. ولما تكرر الإنجاز في 2008 ما بقاش مفاجأة، بقى تحذير. منتخب مصر بقى مرعب في اللحظة دي. منتخب مصر ما بقاش بطل أفريقيا وبس، بقى منتخب ما بيخافش. وده أخطر إحساس ممكن فريق يدخل بيه أي مرحلة جاية. بعد 2008 مصر دخلت تصفيات كأس العالم وهي شايلة لقبين ورا بعض. المجموعة كانت باينة إنها سهلة، الجزائر، زامبيا، رواندا. بس من أول ماتش الإحساس اتكسر. تعادل مخيب للآمال قدام زامبيا في استاد القاهرة، وبعدها بأيام الخسارة في الجزائر 3-1. وفجأة المنتخب اللي ما كانش بيغلط بقى محل نقد وشك وكلام عمره ما اتقال قبل كده. وفي وسط الجو ده جه موعد بطولة محدش كان مستني منها حاجة، كأس القارات 2009، البطولة اللي مصر اتأهلت لها بعد حصولها على كأس الأمم 2008. والحقيقة إن البطولة كانت بتضم أعظم منتخبات العالم: أسبانيا، البرازيل، إيطاليا بطلة العالم، ومعاهم منتخبات تقيلة زي أمريكا وجنوب أفريقيا المنظم، ومصر بطلة أفريقيا، والعراق بطلة آسيا. مصر وقعت في مجموعة مش سهلة بتضم معاها إيطاليا والبرازيل وأمريكا، والمشكلة الأكبر إننا هنبدأ بالبرازيل. مباراة صعبة وجاية في فترة صعبة جدا على المنتخب اللي بيحاول يتعافى من أزمة بداية التصفيات، لكنه لقى في وشه غول مرعب اسمه البرازيل. منتخب البرازيل اللي كان المرشح الأول للقب كأس العالم 2006 بجيل ذهبي بقيادة الظاهرة رونالدو والساحر رونالدينيو وكافو أدريانو وديدا وإميرسون وكاكا وغيرهم من جيل كان مرعب. لكن ده كان على الورق، عشان الكاتيناتشو الإيطالية قدرت تحسم اللقب بعد ما زيزو وأصدقائه قدروا يقهروا البرازيل في دور الثمانية ويخرجوهم من البطولة. ورغم إن منتخب البرازيل قدر يكسب كوبا أمريكا 2007 اللي بسببها شارك في البطولة دي، لكنه برضه كان محتاج يثبت نفسه في بطولة عالمية بحجم كأس القارات. لكن العقبة اللي كانت قدامه هي هبوط مستوى بعض اللاعبين المهمين زي رونالدينيو اللي قدم موسم كارثي مع ميلان، أو أدريانو اللي كان بيكتب بداية نهايته الكروية، ورونالدو الظاهرة اللي كان انتهى إكلينيكيا بعد رجوعه للدوري البرازيلي. بس ثواني، انت بتتكلم عن منتخب البرازيل اللي لو غاب عنه الثلاث أسامي المرعبين دول فهو برضه داخل كأس القارات وهو معاه قايمة نارية وفيها أسامي تخض، زي كاكا اللي كان في عز عزه وقتها ولسه منقول لريال مدريد واللي كان واخد جايزة أفضل لاعب في العالم 2007، وداني ألفيش ولويس فابيانو وروبينيو وخوليو باتيستا وألكسندر بات وغيرهم. وعلى الناحية التانية حسن شحاتة كان عنده معضلة كبيرة قوي في اختيار قائمة المنتخب بعد إصابة أهم اتنين مهاجمين عنده، عماد متعب وعمرو زكي.
وده اللي خلاه يضم أسامي بديلة زي أحمد عبد الرؤوف مهاجم إنبي وأحمد عبد الغني مهاجم الحرس، اللي هما بالمناسبة أتقل من أي مهاجم بيلعب في مصر الفترة دي. بدأت المباراة وبدأ معاها التوتر وتعب الأعصاب من بدري بدري كده، لما في الدقيقة الرابعة ريكاردو كاكا عدى من هاني سعيد ووائل جمعة زي السلام عليكم، وحطها على شمال الحضري بكل سهولة. بداية صعبة تزود شكوكك وتخليك تروح لفكرة السيناريو الأقرب والأسوأ، وإنها باينها ليلة مش حلوة من بدايتها كده. لكن الإحساس ده بيتغير تماما بعد 4 دقايق بس، لما محمد أبو تريكة يقرر يحل مشكلة الخروج بالكرة من نص ملعبنا بسبب الرعب المبالغ فيه من البرازيل، وينقل الكرة مع أحمد فتحي عشان يروح بيها ناحية اليمين ويعمل عرضية بالمقاس على دماغ محمد زيدان اللي بيحطها بكل قوة في شباك خوليو سيزار. اتعادلنا. لو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك للفيديو عشان يوتيوب يقترحه لعدد أكبر من المتابعين، وما تنساش تشترك في القناة بالمرة يعني. هنا بدأت أول ذرة أمل تدخل في عقول المصريين، أمل إننا ممكن نقول إننا موجودين، أمل في إننا نرجع نثق تاني في المنتخب ونقول ليه لأ. بس فرحتنا ما لحقتش تكمل لما بعد دقيقتين من التعادل بيقدر يسجل لويس فابيانو هدف التقدم من كرة ثابتة، لكن مش كورتين ثابتين بجولين على بطل أفريقيا آخر نسختين. والحقيقة إن المباراة دي أحداثها توديك وتجيبك كتير، لأن منتخب مصر عمل 5 دقايق من بعد الهدف لحد نهاية الشوط الأول حلوين جدا، وعمل خطورة كبيرة على منتخب البرازيل. وده خلاك تقول يا ترى الشوط التاني البرازيل هتكمل حفلة الأهداف اللي ناوية عليها، ولا هنقدر نوقفهم وما نهزقش نفسنا. طبعا دخل حسن شحاتة بين الشوطين دغدغ عليهم التلاجة بتاعت أوضة اللبس، وكان في حالة غضب شديدة جدا حسب ما قال بعد كده زيدان وأبو تريكة. غضب لأنه كان شايف إننا في الملعب أفضل منهم، لكن أخطائنا الساذجة هي السبب في النتيجة. وده كان بيخليه قدام سيناريو من اتنين، يا إما ينزل يشيل سكور، يا إما يعمل إعجاز تاريخي ويبقى ند بند قدام منتخب بيضم أفضل نجوم العالم. ومع بداية الشوط التاني كل حاجة اتبدلت. منتخب مصر كان واضح إنه نازل يقول إنه موجود، وإنه مش جاي جنوب أفريقيا يتصور صورتين ويروح، لأ، ده جاي يقول إنه أقوى منتخب في أفريقيا آخر 5 سنين وبفارق كبير عن أقرب منافسيه. وبعد 8 دقايق بس من بداية الشوط التاني أحمد عيد عبد الملك وسيد معوض يعملوا 1 2 عالمي، عشان سيد يروح من ناحية الشمال ويعمل عرضية بكل عقل وهدوء لشوقي اللي بيكون واقف لوحده على حدود المنطقة، ويحط صاروخ يتفرج عليها خوليو سيزار وهي بتزغرط في الشبكة. ولسه منتخب البرازيل يا دوبك بيسنتر وبينقل الكورة بيقطعها منتخب مصر، وتوصل لأبو تريكة اللي بيبعت لوسيو يجيب سجاير من ريو دي جانيرو ويحطها لزيدان اللي بيشوط صاروخ بشماله في الجون. اتعادلنا للمرة التانية، لكن المرة دي مختلفة، احنا كنا متأخرين فرق 2. لكن في الواقع اللي رفع الطموح في المباراة دي ما كانش بس الأهداف، لكن الأداء نفسه اللي منتخب مصر عمله، والطفرة اللي كانت في مستوى اللعيبة في اليوم ده. بعد التعادل منتخب مصر كمل أداؤه المبهر، واللعيبة تحسها فائت في الملعب، ترقصات وكعوب وانتوهات. بنلاعب البرازيل كأننا بنلاعب أوغندا في تصفيات دورة حوض النيل. المنتخب الحقيقة كان مبهر اليوم ده، ورغم ان في آخر دقيقة في المباراة قدر كاكا يسجل هدف الفوز للبرازيل، إلا إن نتيجة 4-3 دي ما كانتش أصلا تخطر على بال حد قبل المباراة. وعشان كده هدف كاكا ما قدرش أبدا يقتل الأمل اللي سابه ماتش البرازيل. وقتها بدأنا كلنا أحلامنا وتطلعاتنا تزيد، وثقتنا في قدرة الجيل ده إنه يحقق إنجاز عالمي وتاريخي ويعلن عن نفسه قدام العالم كله. وعشان الجيل ده فعلا جيل مميز وموهوب، قدر في المباراة التانية إنه يبهر العالم كله، مش يبهرنا كمصريين وبس، لما كسبنا منتخب أبطال العالم إيطاليا، المنتخب اللي اخترع الكاتيناتشيو، بس مش على حسن شحاتة اللي قرر يعمل لنا الكاتيناتشيو في البيت ويعقد الطليان ويقفل عليهم أهم مفاتيح لعبهم. ومع تألق عصام الحضري اللي عمل مباراة أسطورية تاريخية خزعبلية، ولولا ربنا ثم الحضري عمرنا ما كنا هنكسب ولا هنشوف مكسب. بس رغم ان منتخب مصر عمل مباراة دفاعية في المقام الأول، إلا إنه كان قادر في بعض الأوقات يشكل خطورة على منتخب إيطاليا، خاصة قبل خروج محمد زيدان مصاب. وبخروج زيدان أنت فقدت ورقة من أهم أوراقك الهجومية اللي ممكن تكون أثرت عليك بعد كده ولو بنسبة بسيطة في الكارثة اللي حصلت. وهنا موقف المجموعة كان كالآتي: البرازيل أول 6 نقط من فوز على مصر وعلى أمريكا 3-0، مصر 3 نقط من فوز على إيطاليا وخسارة من البرازيل، إيطاليا 3 نقط من فوز على أمريكا 3-1 وخسارة من مصر، أمريكا 0 نقط. دخلنا آخر مباراة قدام أمريكا والجمهور كله أمل وثقة في تحقيق الفوز. ما هو بالعقل كده، أمريكا خسرت 3 من البرازيل اللي كسبتنا بالعافية آخر دقيقة بضربة جزاء، وخسرت 3 من إيطاليا اللي إحنا لسه كسبينها
وسببنا لها إحراج قدام العالم كله. يعني منطقيا احنا نقدر بكل سهولة نكسب أمريكا، ولو ما كسبناش على الأقل ما نخسرش، وده هيضمن لنا التأهل بنسبة كبيرة جدا. وهي دي بقى يا فندم الخديعة والوهم اللي عشناه. عشنا وهم إننا ممكن نكمل في البطولة، وليه لأ؟ ما الكاميرون وصلت نهائي قبل كده، ومصر بطلة أفريقيا اللي كسبت بطلة العالم وأحرجت البرازيل تقدر تعمل ده. والجماهير المصرية كعادتها يعني تحب تفرح قوي قبل حتى ما نوصل للإنجاز. بنفرح إننا بنقرب بس، زي ما فرحنا في الشوارع بعد كده يوم ماتش الجزائر في القاهرة، وخسرنا بعدها في أم درمان وما وصلناش، وفرحنا وهيصنا على الفاضي، وجبنا اللب والفشار وقعدنا نتفرج على منتخب الجزائر في كأس العالم 2010. في الواقع الناس بدأت تحتفل بالصعود قبل مباراة أمريكا، واللي كأنها كانت مضمونة تماما. وما تفهمش ده من سذاجة المشجع المصري ولا من ثقته الكبيرة في المواهب اللي نادرا ما تتجمع في جيل واحد في تاريخ مصر. منتخب مصر دخل مباراة أمريكا بأداء ودوافع مختلفة عن الماتشين اللي فاتوا، وده كان ظاهر في أداء اللعيبة طول المباراة. فجأة بعد ما يوصل طموحك للسما وأحلامك تبدأ تتنقل من مكان لمكان تاني خالص، بتاخد على وشك كشاف صعب جدا. خسارة 3-0 من أمريكا في آخر مباراة، وأداء مزري من كل اللعيبة. والمفارقة الأصعب اللي خلتك لحد آخر ثانية في مباراة أمريكا عندك أمل وحاسس إن سهل توصل، إن منتخب البرازيل عمل معانا واجب كبير قوي، وكسب إيطاليا 3-0 عشان يخلي عندك أمل في الصعود، ويخليك على بعد هدف واحد من تحقيق أكبر إنجاز في تاريخ مصر. مصر لو كانت خسرت 3-1 كانت صعدت من المجموعات، وكان زماننا بنحكي القصة دي بشكل تاني خالص. اللعيبة اللي نقلت تطلعاتنا من مكان بعيد قبل البطولة لمكان عالي قوي بعد مباراة إيطاليا، هي اللي نزلتنا على جدور رقبتنا قدام أمريكا. والحقيقة برضو إن الجيل ده كان متخصص يعمل فينا المقلب ده، وكرره تاني هو في تصفيات كأس العالم، لما بعد البطولة عملنا ريمونتادا تاريخية في المجموعة، وقدرنا نفوز على الجزائر في استاد القاهرة 2-0، وكنا على بعد جون واحد من الصعود لكأس العالم. لكن بنروح لمباراة فاصلة ونحتفل قبلها عشان نفوق على كشاف تاني يخلينا نعرف إن زي ما الجيل ده حقق إنجازات مش هتتكرر، إلا إنه ضيع على نفسه فرصة إنه يبقى جيل أسطوري عالمي مش أفريقي وبس. هستنى أسمع ذكرياتكم مع البطولة دي في كومنتات. وما تنساش لو بتحب الكورة وحكاياتها فأنت أكيد مكانك معانا هنا. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس. شكرا واشوفكم على خير.